بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم راح ندير معاكم سابلي بالماء دون بيض ودون نشا، بزاف هايل ويجي يذوب في الفم ويقطع لنا كمية كبيرة. اول حاجة راح نبدأ بها، عندي 240 غرام تاع شوكولا بيضة، راح نذوبها في حمام مائي، قصيتها قطع صغيرة باش تذوب بسهولة. من بعد ما ذابت ضفت لها 2 مغارف كبار تاع زيت، وراح نحطها في هذا الليمون هذو تاع البلاستيك الخاصين بالشوكولا، راح نحطها فيهم كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. راح نعمرهم كامل. من بعد راح نحطهم في الفريجيدار حتى تجمد الشوكولا. من جهة واحدة أخرى راح نحضر كريمة الزبدة، درت فيها 125 غرام تاع زبدة، معاها 2 مغارف يكونوا كبار، يكونوا معمرين مليح تاع سكر جلاسي، وهذا الكراميل لأني راح نديرها ذوق كراميل. راح نغربل سكر جلاسي على الزبدة. من بعد راح نخلطهم جيدا بالباطر حتى نتحصل على كريمة. من بعد ضفت لهم هذيك الكراميل ونواصل الخفق حتى يتجانسوا هذه المكونات مع بعضهم. من بعد راح نحطها بجيه. في السابلي نحتاج البنات 125 غرام تاع زبدة، نحتاج نص كاس تاع الزيت، ونص كاس تاع سكر جلاسي، ونحتاج 4 كاس نتاع الماء، نحتاج نص كيس تاع خميرة كيميائية، مغرفة صغيرة تاع لافاني، ونحتاج الفرينة باش نلم بها العجينة نتاعي. اول حاجة راح نبدأ بها، راح نضيف الزيت نص كاس، راح نضيف معاها نص كاس سكر جلاسي، راح نضيف الماء عادي، وراح نضيف معاهم لافاني. راح نخلط كامل المكونات مع بعضهم، راح نخلطهم جيدا بالباطر حتى نتحصلوا على كريمة. سابلي بهذه الطريقة البنات بالماء دون بيض ودون نشا، صدقوني بزاف هايل. نتمنى انكم كامل تجربوا هذه الوصفة. بعد ما تحصلت على كريمة كما راكم تشوفوا فيها، حبست الباطر وراح نبدأ نضيف في الفرينة تدريجيا. راح نحط مع الاول غير كمية فقط، وراح نضيف معاها نص كيس تاع خميرة كيميائية، وانتم اذا حابين تضاعفوا المقادير ضاعفوهم. راح نضيف نص كيس تاع خميرة كيميائية، ونبدأ نلم في العجينة غير بأطراف الأصابع فقط. كما نعرفوا لاباط سابلي ما نعجنوهاش، غير نلموها فقط بأطراف الأصابع حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. هنكمل لم حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها، كما راكم تشوفوا فيها عجينة تكون طرية كما لاباط سابلي اللي بالبيض عادي جدا. من بعد جبت كيس بلاستيكي وراح نحط العجينة ونبدأ نحل فيها. درت كيس بلاستيكي، ما درتش الفرينة باش القوام تاع العجينة ما يتغيرش وتنشف. جبت هذا الطابع شكل دائري، الشكل ديروا الشكل اللي تحبوا، ديروا قلب، مربع، دائرة، اوفال، كيما تحبوا نتوما. من بعد جبت بلاطو اللي راح ندخلو الفرن، هذاك هو السمك تاع الحبة، وراح طبعتهم ونبدا نحط فيهم في البلاطو.
ونكمل بنفس الطريقة حتى نكمل كامل العجينة اللي عندي. من بعد راح ندخلهم يطيبوا على 160 درجة حتى يديو تحميرة خفيفة من تحت. من بعد راح نحيهم. بعد ما كملتهم هام ليكم البنات داروا لي 32 حبة 125 غرام تاع زبدة. دارت لي 32 حبة. جا بزاف زاكي وجا بزاف هايل ويذوب في الفم كما قلت لكم. من بعد جبت كريمة الزبدة اللي كنت وجدتها وراح نبدأ ندير في الحبة بهذا الشكل. نتوما البنات الشكل والتزيين يبقى اختياري، انا اعطيتكم فقط الفكره تاع السابلي تاع الماء كيفاش يجي، وحبيت نقول لكم باللي راهو يجي بزاف هايل ويجي بزاف هشيش ويذوب في الفم. والباقي عليكم نتوما زينوا كيما تحبوا وشكلوه كيما تحبوا نتوما. راح نقفل كل زوز حبات بهذا الشكل، نقفلهم بكريمه الزبده في النص. نكمل كامل الكمية اللي عندي. من بعد راح نعمر هذوك الفراغات وراح نعدل غير هكا بصبعي فقط. راح نكمل نعمرهم بكريمة الزبدة وراح نعدلهم على برا الشكل تاعهم غير بصبعي فقط باش تجي الحبة فينية. من بعد جبت هذو تاع الشوكولا بعد ما نشفت راح ندير شويه شوكولا في القاعده تاع هذيك البياس هذه تاع الشوكولا، وراح درت فيها شويه شوكولا اللي كانت بقات لي في القاعده تاعها وراح نلصقها في الحبه تاع السابلي بهذا الشكل. ما تنسوش البنات فضلا وليس امرا خليوا لي جيم لا فيديو، واللي مش مشتركه في قناتي نقولها دعميني بالاشتراك. من بعد جبت قطايف محمصين يتباعوا كيما هكا كنافه للترميد هكا اسمهم. وراح نبدا نطلي في الحبه بالكراميل لاصوص كراميل عجنه تاعها غير بالبانسو. ومن بعد نرمدها في القطايف بهذه الطريقه يجي شكلهم بزاف هايل وتجي فيهم هذيك القرمشه تاع القطايف على برا يجيو بزاف بنان وبزاف هايلين. نتمنى انكم كامل تجربوا الوصفه تاع هذا السابلي بالماء دون بيض ودون نشا، وتخليوا لي رايكم في لي كومونتير. جزء درتو بهذه الطريقه تاع نطلي الحبه بلا صوص كراميل ونرمدها في القطايف، والجزء المتبقي درتو لبنتي ما تحبش كريمه الزبده قفلت لها الحبه بالمعجون وطليت الجوانب تاعها بالمعجون ورمتها في نواد كوكو. هي تحب سابلي كيما هيك، واللي درت جزء بهذه الطريقه وجزء بالمعجون ونواد كوكو جا هو ثاني بزاف هايل وجا بزاف بنين. راح نكملهم كامل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي وتشوفوهم في صحن التقديم. هام ليكم البنات بعد ما كملتهم درت لهم صوص كراميل في النص تاع الحبه. ما تنسوش تخليوا لي جيم لا فيديو، تخليوا لي رايكم في لي كومونتير، واللي مش مشتركه في قناتي نقولها دعميني بالاشتراك فضلا وليس امرا. والنص الباقي درته بهذه الطريقه كما قلت لكم بالمعجون ونواد كوكو، وفي النص تاع الحبه درت كميه تاع كونفيتور. درك معليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، فعلوا زر الجرس باش يلحقوكم الفيديوهات اللي نحطهم. مع السلامه ودمتم في رعايه الله وحفظه.